السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. جيت لكم بقى في فيديو جديد وهنعمل فيه الكنافة البلدي. كلكم طبعا او معظمكم عارفين الكنافة البلدي وجمالها وحلاوتها وطعمها يفرق كتير قوي عن الكنافة العادية. دي بتبقى مقرمشة من بره ولازم ولا بد تكون طرية من جوه. هقول لكم في فيديو النهارده ازاي نعملها بكل الخطوات وتطلع معاكم حلوة زي ما انتم شايفينها في الفيديو. عملتها معاكم قبل كده في فيديو قبل كده، فارجعوا له وشوفوه علشان تشوفوها تختلف شوية عن دي في حاجات بسيطة، هي زيها في الخطوات بس هقول لكم تختلف في ايه بالظبط. اول حاجة كده هنسمي بالله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه. هنجيب معانا كيلو كنافة بلدي. انا جايبة كيلو لاني هعملها في صينية كبيرة. الفيديو اللي قبل كده انا عاملاه بنص كيلو بس في صينية مدورة. تمام، ارجعوا للفيديو وهتشوفوها. هبدأ أفرط الكنافة بتاعتي. بصوا بقى، هي الكنافة دي أنا جايباها بايتة عندي ليلتين في التلاجة، فعلشان كده لقيتها مش هتطلع قطع سليمة على بعضها، فبدأت أقطعها زي ما انتوا شايفين. أما هي المفروض بتيجي طازة علشان تبقى قطع سليمة كده على بعضيها وتتفرد في الصينية سليمة على بعضيها، فتبقى متغلفة من فوق ومن تحت سليمة مش مفتولة، لأن زي ما قلت لكم بتبقى طرية من جوه. فلو مفتولة هتبقى صعبة في القطع وكده وهتتبهدل معاكي. فانا دي طبعا عشان بقى لها يومين، فانا قلت لازم اعمل لكم ليها فيديو عشان تشوفوا، مش هنرميها، هنعملها برضو هتطلع حلوة جدا بإذن الله. فرطتها زي ما انتوا شايفين كده، وبدأت احط السمنة دي سمنة بلدي. لازم تكون سمنة بلدي يا جماعة. الكنافة لازم ولا بد تعمل بسمنة بلدي لان ريحة السمنة بتبان فيها وفي طعمها. فلو سمنة اللي هي سمنة العلب دي اللي هي اللي بنقول عليها هولندي يعني، نباتي، بنقول عليها سمنة نباتي، مش هتبقى حلوة خالص في الكنافة. لو ما عندكيش سمنة بلدي ما تعمليش. انا مخلطاها على قالب زبدة وحط عليها زيت. تمام، افضل بكتير. اهم حاجه يكون فيها سمنه بلدي، لانك مش هتعرفي تاكلي الكنافه من غير ما تكون معموله بسمنه بلدي. وطبعا حطيت سمنه كتير، لازم تكوني مشبعاها جدا جدا بالسمنه. حطينا بقى سمنه في الصينيه برضو، وحطينا كده من فوق شويه. في الوقت ده انا مسخنه الفرن كويس قوي نص ساعه من قبل ما ابدا في الصينيه، وانا مسخناه. هحطها في الرف اللي في النص. اول ما الاقيها حروفها اصفرت هحطها على الصاج واشغل عليها الشوايه تاخد لون من تحت ومن فوق زي بعض. بعدين بعد ما تطلع، اول ما تطلع على طول هنزل عليها بالشربات. طبعا هتقولي فين الشربات؟ الشربات عباره عن كوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه، ونحطهم على النار، ونص ليمونه، وخمس دقايق بعد ما تغلي نص الليمونه تتعصر. وبس كده. وانا وريتكم قبل كده ازاي بنعمل تيست الشربات من غير ما الوقت، بنحط صباعنا ونعمله في بعضيه، لو لزق يبقى هي كده تمام معانا وظبط. انا بشرح ايه، هسيب لك لينك الفيديو اللي انا عامله فيه الشربات بتاع الكنافه البلدي وخشي شوفيه. تمام، علشان تعرفي الخطوات بالظبط شارحه فيه فيديو. انا مرضتش اعمله هنا علشان ما اطولش الفيديو ويبقى سريع وخفيف وتطلعي باكتر معلومات مفيده. الكنافه مش عايزه شربات تقيل يا جماعه، وبالذات الكنافه البلدي. الكنافه البلدي عايزه شربات زي شربات البسبوسه عشان تطلع معاكي حلوه جدا. طبعا طلعتها من الفرن، المفروض ان انا كنت قلبتها. انا ما قلبتهاش، الجيش قال لك اتصرف. آه جيت مقسماها الاول وبعد كده قلبتها بالمقصوصه او المعلقه، اي حاجه يعني اللي عندك تكون عريضه. اقلبيها بيها. ليه نقلبها؟ عشان الشربات يجي تحت. طيب المفروض كنت قلبتها الاول عشان الوش يتماسك. انا قايله لكم ان دي لو قطع على بعضيها لو طازه كانت هتبقى متماسكه جدا الوش. تعالوا انا اوريكم زي القعر كده، شوفوا متماسك ازاي. هي لو طازه بيبقى الوش زي القعر كده. تمام، بس كده كنافه مفيش اسهل منها يعني. حاجه كده ولا في الخيال. شوفوا وصلنا لاخر الفيديو، شوفوا طريقه ازاي من جوه ومن فوق مقرمشه. هتعملوها وهتعجبكم بإذن الله. بس أهم حاجة بقى لو وصلتي معايا لحد هنا تشتركي في القناة وتحطي لايك وتفعلي الجرس وتكتبي لي تعليق ودعوة حلوة منك ليا، وادعي لي قناتي تكبر وحقق الشروط. بشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم.